السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا وكل حاجة حلوة في الدنيا. جايلكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو ننزل نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد أنا بعمله، وكمان تحطوا اللايك اللي بيشجعني إن أعمل لكم فيديوهات. الفيديو النهاردة جماعة أنا ما كنتش عاجبني منظر الشقة كده خالص وهي من غير فرش. يعني هي اما بتبقى من غير فرش يعني في الأرض، سجاد حافظات أي حاجة يعني في الأرض، بتتبهدل بسرعة جدا وتحسي إن الشقة بتتملى تراب بسرعة قوي. يعني أنا الأوضة دي كنت عاملاها معاكم من يومين باين، من يومين أو من يوم يعني. بس شوفوا اتبهدلت ازاي. وطبعا الباسكت ده اللي بيسام بتحط فيه اللعب يعني، انا بلمه من الارض يجي اكتر من 4 5 مرات في اليوم. فانا قررت ان اشيله خالص من الاوضه. يعني انا هعينه في اوضه الاطفال، وهي لو عايز تلعب بحاجه او حاجتين هجيبهم لها، يعني مش هجيب الباسكت كله بحاله. وبرضو حاطه ازازه الشامبو دي كانت جايباها برضو. هي كانت خلصانه يعني. وباكت البامبز كانت قلبها برضو في الارض. وكانت جايبه شنط من الاوضه التانية، اوضه الاطفال يعني، حطها برضو في الارض. فهي الارض بتبهدل قوي من غير سجاد بجد، او حافظات يعني. انا بفرش حافظات. هنا برضو كان في شوية غسيل كده، برضو قلت اقعد اطبقه برضو قاعدة معاكم، عشان برضو ما يكونش في حاجة في الأوضة يعني. وغيرت كمان ملاية السرير. يعني انا الملاية دي برضو فرشتها. هنا كنت بزعق لبسان. بسان بقى بتعمل حاجات غريبة قوي بجد. هي حاجات تضحك، بس هي حاجات غريبة. زي ما انتم شايفين انا برضو غيرت الملاية برضو زي ما قلت لكم. جيت هنا بقى، انا طبعا كنت لسه مسحه الارض. يعني انا مسحاها قبل ما بسنت تقلب الحاجه فيها. فقلت برضو امسحها طالما كده كده انا هفرش بقى، فامسحها يبقى الفرش على نضيف يعني. فمسحتها برضو كده ورشيت يعني كنت حاطه معطر برضو في ميه المسح، ومسحت الاوضه كلها. بس هنا كانت هتدخل وكانت هنا برضو هتتزحلق. الحفاظات دي طبعا انا ساعه ما شلتها غسلتها وقمت عينها. يعني انا هي اصلا بتاعنا مغسوله. فجبتهم بقى وفرشتهم. آه وده بقى خلاص كده كان منظر بقى الأوضة طبعا بعد ما اتفرشت الحفاظات فيها. والله العظيم يعني عايزة اقول لكم ان الفرش على الارض بيفرق جدا. هي اي نعم بيطلع حر. يعني السجاد حفاظات ايا كان انتي فرش ايه على الارض هي بتطلع حر. بس لا، بتحافظ جدا على نظافة الأوضة كمان. يعني الأوضة كده هتبقى نظيفة أكتر. وتحسي برضو ان السرير بيشيل تراب وانتي مش فرشة حاجة. لا بس يعني الفرش على الأرض بيفرق جدا. محدش يغلط الغلطة اللي أنا عملتها ويشيل السجاد أو الحفاظات من على الأرض. بجد بجد غلطة مش هكررها تاني. مش هسيب الأرض من غير لا سجاد ولا حفاظات. تعالوا بقى يا جماعة، أنا دخلت البلكونة لقيت ايه فيها. بصوا البلكونة كانت عاملة ازاي. البصل وهو متعلق بقى ينقط الحاجات دي. فكان مبوظ منظر البلكونه خالص، والنمل ملموم بقى عليها. وانا قلت لكم ان انا عندي نمل في البلكونه. فالنمل كان ملموم عليها بطريقه بشعه. فانا كمان جيت هنا بقى شلت ال اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي يا جماعه في الكومنتات. شلت البصل يعني اللي كان بينقط شلته. دخلته يعني شلت اللي كان بايظ فيه رميته، ودخلت الباقي في المطبخ عشان برضو ما ينقطش في البلكونه كده. ويلملي النمل اكتر ما هو ملموم في البلكونه اصلا. خلصت بقى ومسحت البلكونه كلها. وطبعا كنت بقى هنا غيرت الميه. يعني انا خدتها من الاوضه مسحت بيها البلكونه، وبعد البلكونه غيرت الميه طبعا لان البلكونه برضو كان فيها تراب. وما كانش بقالها كتير ممسوحة. يعني هي بقالها هنا يجي اخر مرة كنت ناشرة فيها من يومين باين. فهي كانت ممسوحة يعني، بس هي بتلم تراب بسرعة قوي. لا وده غير كمان ان في ستارة في البلكونة. يعني المفروض ما يلمش تراب قوي كده، بس هنعمل ايه يعني. المهم يا جماعة ان انا كنت برضو عاملة لسه الصالون معاكم، وهو زي ما انتم شايفين يعني ما كانش متبهدل خالص ولا كان في اي حاجة. بس انا كنت عايزة افرش الحافظة زي ما قلت لكم، فجيت بس مسحت الارض. يعني هي اصلا كان مترتب يعني ما كانش متبهدل خالص. الريسبشن ما كانش متبهدل خالص، لا الصالون ولا السفرة كانوا متبهدلين. فجيت بس مسحت الارض بس وفرشت الحفاظات. يعني الروتين النهارده عبارة عن فرش الحفاظات بس. بس لا هما فرقوا جدا معايا طبعا.
يعني الفرش على الارض فرق معايا طبعا جدا، وخلى الشقة كده شكلها اقيم يعني. جيت هنا بقى عند السفرة. السفرة طبعا زي ما قلت لكم ان انا شلت الكرسيين اللي كانوا ورا باب الشقة حطيتهم مكانهم، فقلت بلاش يبقى ورا باب الشقة فاضي كده، فرجعت هرجع دلوقتي الجزامة ورا باب الشقة. يعني هو ده كان نظامها الاولاني. وزي ما قلت لكم برضو انا بحب اجدد كل شوية في النظام، ف يعني حسيت ان كده غيرت شوية. اهو زي ما انتم شايفين رجعتها مكانها، وهمسح برضو الارض كلها، وطلعت كمان مسحت ورا قدام باب الشقة. اكتر حاجتين يبينوا ان الشقة نظيفة البلكونة قدام باب الشقة، واكتر حاجتين بيتطربوا جدا. يعني أنا قدام باب الشقة ده لو مسحته كل يوم برضه هيبقى فيه تراب، ما تفهموش ليه يعني. بس طبعا احنا عشان بنطلع بقى نلبس لا مؤاخذة يعني الجزم قدام الباب وكده، فهي بتنزل تراب، فهو عشان كده كل يوم بيبقى فيه تراب قدام باب الشقة. المهم اني بعد ما الدنيا نشفت خالص بقى جيت فرشت الحافظة، واكتر حاجة ما بحبهاش بعد ما افرش اني ارجع الترابيزة مكانها، لانها هي تقيلة جدا، تقيلة قوي قوي، ولازم اتنين يشيلوها قدام بعض. المهم اني كده بقى خلصت بقى خالص السفرة والصالون. وطبعا هما كده شكلهم احلى بكتير، يعني بفرش شكلهم احلى بكتير، والاوضه كمان جوه هاديه قوي، يعني شايفين الاوضه من هنا هاديه قوي بالفرش طبعا. ايوه ده يا جماعه بقى كان الفيديو النهارده والروتين النهارده، ويا رب يكون فيديوهاتي خفيفه على قلبكم وبتعجبكم، و... وتحطوا لي بقى اللايك عشان اتشجع اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر باذن الله. بس يا جماعه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.